السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم لي سافور دو لام. اليوم بغيت نشارك معكم واحد لاطاخت اللي اكثر من رائعة، لذيذة بزاف وسهلة وما فيهاش مقادير كثيرة كيف ما تنعودكم دائما. هاد لاطاخت تقدروا ديروها بالتفاح او لا بالبعويد. الوغ نتمنىكم تتبعوا المقادير من الاول حتى الاخير. عندي بيضة كاملة، عندي معلقه كبيره ديال الكريمه السائله، وعندي معلقه كبيره ديال بودره اللوز اللي كتبقى اختياريه، عندي جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، عندي بيان سور الملحه، وعندي 200 غرام ديال الدقيق الابيض و100 غرام ديال الزبده. بالنسبه للكريمه عندي 100 غرام ديال القشطه السائله، عندي 100 غرام ديال السكر سنيده، 4 البيضات بيان سور كاملين، فانيلا و التفاح. انا بغيت نديرها بالتفاح، ما بغيتش نديرها بالاجاص. انا ناخذ واحد الاناء نديرو فيه الدقيق. حنا غنبداو بالعجين. نديرو الدقيق، معلقه ديال بودره ديال اللوز، جوج معالق كبار ديال السكر سنيده. نديرو المقادير كاملها ما عدا البيضه، لان حتى غادي نرملو العجين، عاد غادي نضيفو البيضه في الاخير. نديرو واحد قريصه د الملحه، بيان سور معلقه ديال الكريمه كتعطيها واحد اللذه هاد المعلقه. من بعد غادي نضيفو الزبده وغادي نجمعو العجين. بيان سور غادي نجمعوه غير باطراف الاصابع. انا ما غاديش نقطع لكم حتى شي مقطع باش تشوفوا كيفاش كنحضر هاد العجين اللي كيجي فريمون ساهل. الوغ انا غادي نقطع الزبده بيان سور على حراره المطبخ، وغادي نبدا نجمع العجين غير بالاطراف الاصابع كيف ما قلت لكم، لان كتبقى سي اون بات بريزي. داكوغ، غادي نجمع اولا غادي نرمل هاد الدقيق مع الزبده واللوز مطحون والسكر سنيده والفانيلا ومعلقه ديال الكريمه. داكوغ، تبعوا معايا الطريقه. الوغ من بعد ما رملتها كيف ما كتشوفوا معايا، جمعتها باطراف الاصابع، غادي ناخذ البيضه وغادي نضيفها على الخليط ونحاول نجمع العجين كيف ما كنقول لكم غير باطراف الاصابع، ما ندلكش بزاف كيف ما كتشوفوا معايا. غير غنجي نجمعها بهذه الطريقه، ومن بعد ما نجمعها ديك الساعه غادي نطلقها، ما غاديش نخليها ترتاح. الوغ كيف ما كتشوفوا معايا ها هو القوام ديال العجين. غادي نجيب واحد بابي كويسون وغادي نحطو وغادي نطلق فوقو العجين كيف ما شفتوا معايا. الوغ انا طلقت العجين وغادي نجيب لو مول، بيان سور بلا ما غادي ندهنو لان اصلا العجين فيها الزبده. داكوغ، غادي نحاول نغلف او نلبس لو مول كيف ما كتشوفوا معايا. نجمع ندخل الجوانب ونقادو كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نحيدو ليه الحواف ديالو وغادي نتكوه بالفورشيط. بيان سور شرط لي العجينه. انا هنا هاد العجينه حتى هي غادي نديرها في دوطخ مول، مي غادي نديرهم انديفيدوال، وغادي حتى هما نلبسهم وغادي نتك العجين بالفورشيط كيف ما كتشوفوا معايا. راه كتجي فريمون هاد لاطاخت رائعه، وانا اكيده غادي تعتمدوها لان كتجي لذيذه، ألذ منها ما كاين. الوغ كنسوي المول اولا كنقاد المول وغادي نجيب واحد لافورشيط وغادي نتكي بها العجين كما شفتوا معايا. غادي نتك العجين كامل حتى الجوانب حتى هما غادي نتكهم بالفورشيط، وغادي نحطها جانبا بين ما نوجد الكريمه. غير تبعوا معايا الطريقه، راه كتجي ألذ منها كيف ما قلت لكم. غادي تعتمدوها، وكيف ما قلت لكم غادي ديروها يا بالتفاح يا بالبعويد اولا الاجاص. كيجي بالاجاص كتجي تاني يا سلام. كنتمنىكم تجربوها. الوغ هنا في واحد الكاسرول غادي ناخذ الزبده، غادي ندوبها، غادي نديرها نوازيت.
بيان سور غادي نديرها الفوق مع فيه مهيله. هي ملي كتشوفوا كيف ما وعدتكم ما نقطع لكم حتى شي مقطع. واحد الاناء غادي ندير فيه سكر سنيده بيان سور معاهم واحد الفاني. داكوغ. من بعد غادي نضيف ليهم كريمه سائله اللي هي 100 غرام. الوغ نعاود معكم المقادير. عندي 100 غرام ديال سكر سنيده، 100 غرام ديال قشطه طريه، 100 غرام ديال الزبده مذابه بيان سور نوازيت، 4 البيضات وفانيلا وتفاح. الوغ غادي نخلط الكل جيدا كيف ما كتشوفوا معايا حتى البيض نوازيت زدتها. وغادي نخلط نضيف حتى 4 ديال البيضات كاملين ونخلطهم بالضراب حتى يتجانسوا ليا كاملهم. داكوغ. كيف ما كتشوفوا معايا ليمون انا زدت هذوك 3 ديال الليمون. هنا غادي نشد التفاح غادي نسرحو في ليمون كاملين. نتوما لكم اختيار ديروا الطريقه كيف ما بغيتو في التسريح ديال التفاح. داكوغ. انا غادي ندير ليمون كاملين بالتفاح نعمرهم. الوغ كيف ما كتشوفوا معايا ليمون كاملين عمرتهم بالتفاح والخليط ديال البيض والسكر سنيده والقشطه الطريه راه كيجي فريمون غير الريحه يا سلام. الوغ كيف ما كتشوفوا معايا غادي نفرغوا في ليمون كاملين بالطريقه. كنتمنىكم تجربوها غادي تعجبكم فريمون غادي تعجبكم. هنا غنكمل نفرغ الخليط كامل في ليمون اللي عندي. وبيان سور في هذا الاثناء الفران راني شعلته باش يسخن على درجه حراره 180 درجه. عندك واحد 20 مينوت كطيب. المهم كل واحد والفران ديالو. داكوغ. غادي نكمل حتى نفرغ الخليط وندخلها للفران. من بعد ما خرجتها من الفران غادي ندهنها بالناباج. غادي ندهن غير الجوانب ديالها لان بغيت ندير فيهم لي زامون ديفيلي. نتوما تقدروا ديروا سكر غلاس، تقدروا ديروا لي زامون ديفيلي، تقدروا ديروا الكاوكاو كونكاسي اللي عندكم على قدر المستطاع ديال كل واحد. التزيين تيبقى اختياري مي كيبقى اقتراح وانتم لكم الاختيار ديروا اللي بغيتيو. الوغ كيف ما كتشوفوا معايا انا دهنت لها الجوانب وهنا غادي نبدا ندير ليها اللوز افيلي بيان سور اللي محمر. داكوغ. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل حتى لي مول الثانيين حتى هما اولا لي طاخط اللي كاينين عندي. الوغ هذا هو الشكل النهائي ديال لي طاخط اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى ينالوا اعجابكم. جربوهم انا اكيد غادي يعجبوكم. نضرب لكم موعد ان شاء الله لوصفه جديده بحول الله.